تفتكر الصالحين ما بيغلطوش أو الكبار ما بيزعلوش من بعض؟ الحقيقة إن اليقين مش في المثالية، لكن اليقين في سرعة الرجوع. تعال أحكي لك عن مشادة حصلت بين أعظم رجلين في الأمة وانتهت بدرس يخليك تراجع كل علاقاتك. في يوم حصل نقاش حاد بين سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب. الصديق غلط في كلمة ضايقت الفاروق، فالفاروق سابه ومشي وهو غضبان. هنا اشتغل يقين الصديق وما فكرش في برستيجه ولا كرامته، وجري ورا سيدنا عمر وبيعتذر له وبيقول له استغفر لي يا عمر. لكن سيدنا عمر من دقته رفض وقفل بابه. سيدنا ابو بكر قلبه وجعه قوي، راح للنبي صلى الله عليه وسلم مضطرب جدا وقال له بصدق يا رسول الله، حصل بينه وبين عمر مشادة وانا اللي غلطت واعتذرت له فرفض. النبي صلى الله عليه وسلم بص لصاحبه اللي مش مستحمل حد ينام زعلان منه وطمنه وقال له يغفر الله لك يا ابا بكر، وكررها له 3 مرات. المفارقه بقى ان سيدنا عمر ندم بسرعه وطلع يجري لبيت سيدنا ابو بكر وما لقاهوش، فراح للمسجد. اول ما النبي صلى الله عليه وسلم شاف عمر بن الخطاب غضب جدا، لدرجه ان ابو بكر الصديق خاف على عمر وبدا الصديق يدافع عن صاحبه وهو قاعد على ركبته وبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله والله انا كنت اظلم، يعني انا اللي غلطان يا رسول الله مش عمر. النبي صلى الله عليه وسلم لخص الحكايه لكل الاجيال وقال ان الله بعثني اليكم فقلتم كذبت، وقال ابو بكر صدقت، فهل انتم تاركون لي صاحبي؟ من يومها ما فيش حد يتجرأ يزعل سيدنا ابو بكر. الرساله ليا وليك النهارده، اوعى الايجو او كبريائك يمنعك تعتذر، واوعى زعلك ينسيك فضل اللي قدامك. العظماء بيغلطوا بس قلوبهم بتصفى في ثانيه، ودي كانت حكايه يقين بطلها الصديق اللي خاف من زعل الناس، والرسول اللي حفظ مقام الصادقين. ولو وصلت معايا لغايه هنا ما تنساش تعمل لنا لايك وشير عشان نستمر. حكاية يقين نحييها من جديد.